من فضلكم ضو المايك. الله يجزيكم بخير. خلينا نسمعوا الفاصل. فاصل ما لقيتها والله، ما لقيتها. اسعد خليني نكمل مداخلتي من فضلك. لحظه يا الجيريا، لحظه لا ارجيريا. ويا اختي ضوء القمر، الله يعطيك الخير. والله يا اسعد نكمل عشان ويا الجيريا تعيش. ويا الجيريا لحظه يا جماعه، سدوا المايكات، سدوا المايكات، سدوا المايكات. ما لهم اسعد؟ ماذا وقع لهم؟ ماذا حدث لهم؟ سدوا المايكات لو سمحتوا كلكم، اذا سمحتوا. المايكات. ضوء القمر، ياسر المايكات. لما والله ما عرفت خويا اسعد. سد بلعوا لي نتايا، بلع. ما اقدر ابلع. عندك ما عنديش الحس هنايا، ما عنديش الحس هنا كالم يا جنة. مش راح نشوش عليك. بلعوا جسم، بلعوا ما عرفتش نبلعوا. انا معي اغنيه على ضوء القمر. خلاص تستطيع. شوف خويا اسعد، خويا اسعد يا ضوء القمر، والله معي لك اغنيه حلوه، بس انتي سدي المايك. والله سييت نبلعوا ما عرفتش. يا بنت الحلال، هنا تحت هنا يجي تحت في هذا كذا شكل ميكروفون، دزي عليه. والله حامتينا من افضل فاصل اخوي اسعد، احسن فاصل حامتينا منه. خلاص بعد ما تقول هي مداخلتها، خلوها تقول مداخلتها ضوء القمر. يلا خلوني نهضر انا يا مداخلتي. ما نطولش خويا الجيريا، بتعيش ما نطولش. الله يعينك. شوف ما تنسانيش اسعد، مازال ما كملتش. تمام يا ياسر. خويا شوف، حبيت نهضر برك على هذاك اللي سقسى، اللي قال شكون اللي طلب من العثمانيين يجوا للجزائر. نقول لك باللي سكان اهل الجزائر في هذاك الوقت بعد سقوط غرناطه خويا، الهجومات الاسبانيه، بدات التحرشات الاسبانيه على الموانئ الجزائريه. هيا استنجدوا سكان العاصمه، داروا دوموند، داروا طلب للاخوه عروج خير الدين وبربروس. كانوا قراصنه في البحر الابيض المتوسط، بس قراصنه ضد الصليبيين. كان عروج موجود في جيجل الجزائريه. استجاب الطالب سكان اهل الجزائر، سكان مدينه الجزائر. خويا اسمعني مليح. ويقول لك شكون هو الحاكم اللي يضل واش المدينه ولا الدوله؟ خليني نكمل. سؤال المدينه نعم. ولا الدوله؟ لان الدوله لم تكن موجوده اصلا يا خويا. كانت الدوله زي الاخرى الزيانيه والشبيه. كانت الدوله الزيانيه وعاصمتها تلمسان في هذاك الوقت. نرد ان شاء الله نرد. كانت عاصمتها تلمسان، وكانت الجزائر كانت الدوله الزيانيه. كانت عندها مشاكل، تتوسع وتعاود ترجع، تتوسع وتعاود ترجع. كان في انا ذاك الجزائر كان عند حاكمها سليم تومي. ابحث، دير بحث. انتم المشكل تاعكم انكم ما تبحثوش وتهضروا. تاريخ الجزائر والله ما تعرفوه، والله ما تعرفوه، غير ديتوه من المؤرخين تاع القصر تاعكم تاع محمد السادس. تاريخ الجزائر مكتوب بماء الذهب. حنا ما نخافوش من التاريخ. حنا ما نجد فيه ما يسرنا في التاريخ. نفتحوا اي كتاب نجد فيه ما يسرنا. نكمل لك خويا. قلت لك استنجدوا اهل مدينه الجزائر ضد الهجمات والتحرشات الاسبانيه بعد سقوط قلنا غرناطه. استجاب عروج، كان في جيجل موجود في جيجل. جا الحرب معهم الاخر الاسبان، وهذا ما كان. واش سنتني وين النقطه؟ لما يغيب القمر والقلب بهمك مربوشه، والعين لو الرموش جمالها مخدوش. هادو خويا تعرفي قال لفتش مغطى ولا غطي على مفتوش. انت خلي كل شيء مغطى احسن لك والله لا. اسمع خويا، شوف تاريخ الجزائر منذ 23 قرن. ما يجوش هادو 23 قرن. نعم 23 قرن منذ الدولة العثمانية الأخرى، الدولة النوميدية الجزائرية. عندهم لا زيدي شوي ظلمتي. لا ما نزيدش. وين كنتوا انتم عندما كانت الحضاره العتيريه في الاخر في تبسه؟ اين كانت الحضاره تاعكم؟ هي اسمها الحضاره العتيريه والله مصيبه. في العصر الحجري القديم. حديث سكت. في العصر الحجري القديم عندما كانت الحضاره العتيريه والحضاره القفصيه في تونس، كانت الحضاره العتيريه الجزائريه في تبسه والحضاره القفصيه في تونس. انتم كنتوا وين؟ انتم ما كنتوش على وجه الارض.
التاريخ الجزائري يمتد ل 23 يا ولد العاصمة ورجل وكفاء. سدوا مايكاتكم دقيقة، خلوني أخلص مع الضغط. دقيقة يا جماعة، لحظة يا ياسر لو سمحت. سد يا ياسر، سد دقيقة. أختنا ضوء القمر. نعم. أنت نعم. ذكرتي لي ممالك، لو اني تركتك شويه بتقولوا لي الممالك التبونيه والممالك البلوخروبيه شويه. لا خويا، انا نهضروا في التاريخ. في التاريخ كلش هذا تاريخ. يا ياسر قفل الميكروفون يا ياسر. هذا تاريخ مكتوب ومحفوظ في امهات الكتب، ما رانيش نجيب فيه من راسي. اكتب الدوله النوميديه. فين قريتوا هذول؟ فين قريتوا؟ انا ما شفتهن. موجودين، تاريخ موجود، تاريخ الكتب، تاريخ انا نعطيك الدوله النوميديه. اقرا على المملكه النوميديه الجزائريه. طيب الدولة النوميدية الجزائرية موراها سندير تسلسل الدولة. شوف، الدولة النوميدية الجزائرية من بعدها الفتح الإسلامي. هذيك بعد الفتح الإسلامي أول دولة تأسست في شمال إفريقيا هي الدولة الرستمية في الجزائر، أسسها عبد الرحمن بن رستم. من بعدها الدولة الزيرية الجزائرية اللي حكمتها محكمة المغرب، حكمت حتى امتدت حتى واسمه الغرناطة. الزيريين في غرناطة. ينكروا الزيريين في غرناطة، ينكروا حكم الزيريين المغرب الأقصى، ينكروه هما. مدينة غرناطة، شو اللي أسس مدينة غرناطة؟ خبطوا الباب يا الباب يخبطوا على الباب. يا أسد مدينة غرناطة. طيب لحظة يا شباب لو سمحتوا. يا الجيريا هذه واحدة منكم. من الذي أسس مدينة غرناطة؟ يا ياسر مالك هو غرناطة فتح الباب واحد يدق عليك، خلي غرناطة في اتساع. من الذي أسس مدينة غرناطة؟ اللي أسسها هو بنو زيري. أسست بنو زيري إلى صنهاجة. أسسوا الدولة في شمال الجزائر وتونس سنة 1970. يا أختي في دقة في الباب، في واحد بيدق الباب. لحظة. سؤال يا أسعد، اسألها يا أسعد من فضلك دور يا أسعد من فضلك، والله نظرتك فيه دور. أسعد سؤال واحد، متى سقطت الدولة الزيانية؟ لحظة. تفضل يا الجيريا لو سمحت. وطلبت لك القسط ونعمل لك إشارة وما شايفني ولا عامل لي. قلت لك أنا لست طرفا. أولا بسم الله. أنا لست طرفا. مش مشكلة أسعد، بسم الله. لا تمام. أولا أنا مش طرف. لا شوف وكفاء. لا لحظة. إذا أنت تريدني طرفا أنا لا، أنا مستعد. تريدني مداخلتي باحترام وخلص. أولا هذا رجل وكفاء دخل في أعراض الجزائريين، ودخل زيطوط وقال شذوذ وغيرها. أنا نسأله سؤال، كيف ما هو المرض الذي توفي به مولاكم عبد الله في سنة 1984؟ والسكيرج الممثل المشهور نتاعكم في أمريكا قال بالحرف لا هذا انحطاط. لا انت انا اسالك لماذا لقيت صاب سيدنا، لماذا لقيت صايح في احضاني شوف سيارتي قرميط بنويرة يا السائق الثاني الذي مات القيد صالح في يدخلوا في الاعراض له الجزائري لم يتزوج لانه كان عنده عشاق. بوتفليقه لم يتزوج. لماذا بوتفليقه كانت عنده علاقه الرجال؟ علاش لماذا سكيرج الملك دوبلي؟
لا شوف لحظة. علاش ما تزوجش بوتفليقه ومع من كان افضل. لا بوتفليقه يا اسعد خليني نعمل مداخله يا جماعة أسعد. لحظة أخي الجميع سدوا المايكات ولد العاصمة ألجيريا. شوف أنا والله كنت سأوقف الأخ رجل وكفى والله، لكنه أحالك إلى مصادر جزائرية قالت، ويقول لك قالوا مصادر جزائرية زيطوط زعطوط خربوط ماني فاهم. هو أحالك إلى يعني أنتم تقولون هذا الكلام على أنفسكم، هذا أول شيء. وثانيا أنا لا أريد هذا المجال والله، قفلوا نهائيا في التاريخ. خلينا نختم التاريخ. هو ذكر مرجع وانا ذكرت مرجع سكيرج مشهور. المهم بسم الله، استدل بكتاب الاستبصار في عجائب الامصار، وقالوا انه يتكلم لا الاستقصاء لك اسم المصدر، يصحح لك اسم المصدر فقط. يا اسعد كبرني الصوت. الاستبصار كتاب اخر، انا اتكلم عن الاستقصاء في اخبار المغرب الاقصى. ميز يا اخي، هذا كتاب في تاريخ البلدان وهذا كتاب في تاريخ المغرب، ميز. تريد اكبر لك؟ كبرت لك. لا نسمعك. من هذه؟ من انت؟ انزلي يا ضوء القمر وارجعي، الله يرحم لك الوالدين. انزلي وارجعي عشان هرجعك من عيني ولا يهمك. ارجع. والله طيبة جدا هذا المرأة، قسما بالله العظيم من أطيب الجزائر الذين مروا. يا ألجيريا ما في صوت يا جماعة، كبسوا والله في الهجمة على يبحث عن الاستبصار. لا أدري هذا الاستبصار من أين أتى به يا أسعد. يا جماعة كبسوا الله يرحم لكم الوالدين، كبسوا بالزاف. الأخ نزل عنده مشكلة. أحمد يا أحمد خذ أنت الميكروفون أحمد إلى أن يعود هذا الأخ. ما أدري فين عايش هذا الأخ. فليقترب لي وجه أسعد، ربما ياخذ اتصال قوي. وين الأخت ضوء القمر؟ أنا وعدتها والله إني برجعها يا جماعة. ويني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمد خذ أنت الدور على الجيريا ثم عشان نكتفي. تفضل. أسعد لم يجيبوا على ماذا؟ على كل الأسئلة، لم يجيبوا على كل الأسئلة التي طرحت. والله أجابوا. والله لم يجيبوا. والله إني لم يجيبوا على واحد وأجابوهن على واحد. والله يفسجل. لم يجيبوا كل إجاباتهم مغالطات. أسعد والله مسجل. لا لم يجيبوا. أسعد كن محايد. أسعد والله إني محايد والله. تقول كاين فيديوهات علاش ما تطلعش فيديو عن المؤرخين اللي يقولوا وانا اعرضهن. انت افتح ما تشاء. افتح. لا ما عنديش. انا عندي هاتف واحد. اسعد محمد اذا فشلتم لا تعلقوا فشلكم علي. الله يرحم لكم الوالدين والله. اخي اسعد، عندي بكلمه ربما. خذ يا اخي والله انك كيف انت كيف تخليني كيف. الله يحفظك. الدكتور كمال في القس من فضلك. من هذا بطلع نعم. اولا والله تعرف انك لما تجد خصما قويا، انا شخصيا اسعد. لماذا؟ لانه يفعل فيك ويدفعك إلى البحث وأن تستخرج من نفسك. أنت تقوى بخصم شريف قوي. لما بيكون خصم يعني مسكين، يعني لا أقول أكثر من أنه مسكين، ما تدري تأخذك به شفقة، وفي نفس الآن تقول هذا رجل لا يصلح لا لحرب ولا للسلم. هذه مشكلة المغرب مع الجزائر. شوف مشكلة المغرب مع الجزائر ما هي، واللي هي تلخصها مشكلتنا مع بعض محدثين هنا من إخوتنا الجزائريين. تعرف أنت مار في طريق ماشي،
انت رجل مهذب لابس لباس محترم ذاهب في الشارع، جاك مجنون رجل غير عاقل بيتحرش بك، لو هزمته انت الخاسر، يعني لو اخذته واعطيته علقه انت سيلومك الناس، فهو لا يصلح ان تضربه ولا يتركك في ان تتركه. هذه هي مشكلتنا مع هاد الاخوه ومشكله المغرب عموما مع الجزائر، قسما بالله ان عاقلا يتحرش به مجنون، ففي الحالتين هو خاسر. لو غلبه لامه العقلاء كيف انه جعل نفسه خصما لمجنون، ولو تركه فهو في غير سلام. فلسفه بزاف عليك يا اختي، الفلسفه بزاف عليك. والله غير تفلسف بلا فايده. طيب لحظه، ليش قاطعتي يا ضوء القمر؟ ليس اسلوب هذا المقاطعه، نعم. مش اسلوب. اعتذر. قولي لي انت اول من الذي دق الباب؟ اخويا الحمد انا لله. عندي سؤال للاخ الكريم الجزائري. ما تخاف. انا الاخ الجزائري اللي كان قبل والله ما ارضى انه يعني انه ما يوافق، لانه حلف وحنت. هو عنده حل من حلين: انا ممكن نخرج صدقه يعني حتى لا يحنث بقسمه، او انه يجد وسيله حتى يخرجها هو يا استاذنا، يخرجها هو، يخرج الصدقه. والله اتصدق عليها بها، لانه قال بحرفه. ما هو عامل بون الذي تكلموا عليه؟ البون يا اخي، شوف يا اخي، عامل بون، اسمعني جيدا، عامل بون في سنوات، احنا هنا حديث جدي الان، نخلو شوي الهزل. في الفتره بين 39 و 45 هي فتره الحرب العالميه الثانيه. طبعا في هذه الفتره شيء اسمه الجزائر لم يكن موجودا قانونيا ولا في الامم المتحده. في الفتره بين 39 و 45 هي فتره الحرب العالميه الثانيه، كان العالم يعاني من مجاعه شديده، حتى ان الناس في ستالينغراد اكلوا لحم الجثث، وحتى ان الناس في باريس أكلوا الجردان. في المغرب المغاربة لأنهم بلد خير وفلاحة، كانت سنة أعتقد 1942 قاسية عليهم جدا، فكان حتى يأخذ المغربي قدره من الطعام لابد أن يقدم قسيمة إدارية كانت تسمى عند المغاربة البون، لو بون بالفرنسية، هي ورقة فيها هذا مقدارك من الشعير والدقيق. شوف اسمعني جيدا إلى أن أنتهي. انتهى زمن الجوع، وانتهت الحرب العالمية الثانية، وانتهى عام البون، وعاد المغاربة إلى خيرتهم، لكن ما زال في دولة قريبة منا إلى اليوم جزائريون يأخذون الصف ببونات في اليد ليأخذوا الحليب والعدس. هذا لمن يسأل عن البون. شوف سد والله انك كارثه ونزلت على رؤوسهم. يا ضوء القمر التي بلا ميكروفون. اسعد. والله نضحكوا عليه، اقسم بالله ما كارثه، ما لا يحزنون. علبك الجوع، علبك شحال من مجاعه فات عليهم 12 مجاعه. يكون تروح غير برك تكتب في اليوتيوب مجاعات المغرب وتشوف واش يخرج لك العجب. ماشي شوف العجب يخرج لك. علبك واش كان، صدقني، واش كانوا ياكلوا ينبشوا القبوره باش يلبسوا، وياكلوا الكلاب، يططوا الكلاب. المجاعه مورختها واليوم يفتخروا افتحي بكره. الباب اختي، افتحي لعل احدهم يدق. افتحي الباب. دقوا الباب مره اخرى. ما دق، ما كان حتى واحد ويدقدق، ما كان حتى واحد. حتى واحد يدقدق. طيب خليني اكمل اشوف مروان اذا عنده فاصل. مروان عندك شيء فاصل تمتعنا؟ مروان. اسعد، انا لم اكمل كلامي. احمد يلا كمل. اذا كمل. قلت انهم لم يجيبوا. اسعد ذكر ان يا اخي يا اما انك نوم، أسعد. يا اما انك والله اجابوا يا اخي، والله اجابوا. لا تقول لي ما تكلم على ان الحسن الثاني ومحمد الخامس يتحداهم يجيبوا فيديو يقول فيه امير المؤمنين، وما راح يتكلموا عن الرساله وكذا، وقال لهم مراسلات حتى في الامير عبد القادر، وكانت مراسلات تصفه بامير المؤمنين. اتكلم عن الاسبان، عن الحسن الثاني لما اوصل بالاسبان وادخلوهم للخيام، وراح يتكلم لك على نيلسون مانديلا وحافظ نيلسون مانديلا ولم يجب. اتكلم عن الادارسه،
انهم كانوا في الجزائر في تلمسان قبل المغرب، فراح يقول لك استراحه ومقاهي ولا ادري. اتكلم عن الصحراء الغربيه، اين كان الحسن الثاني لما كان القذافي دعم؟ ما لم خليني نتكلم. لما دعم القذافي وبومدين دعم يا الصحراء. ولد العاصمه انت تقاطع. فليثبت ان هناك دولة في الجزائر دخل ادريس الاول للمغرب، فليثبت هناك دولة وهناك رئيس هناك سلطان. الآن الأخت التي سبقته قالت بأن العثمانيين دخلوا على الدولة الزيانية، والدولة الزيانية انتهت 200 سنة قبل وصول العثمانيين. على من تكذبوا؟ دولة تبونية. طيب يا رب خلي كمل. خلي اذا اسم انت تعترف باللي كانت دوله اسمها الدوله الزيانيه في الجزائر، راك تعترف يا الرباطي ولا اسمك؟ كانت الدولة الرستمية، ومن بعد الدولة الزيرية الجزائرية، ومن بعد الدولة الحمادية الجزائرية، ومن بعد الدولة الزيانية، ومن بعد الوجود العثماني اللي كانوا أغلب العرب السعودية اليمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخ أسعد، اليمن ألم تكن تحت الحكم العثماني؟ نعم. إذن اليمن، السعودية، مصر، سوريا، تونس، ليبيا، كل العالم الإسلامي إلا مملكة المروك فضلت الاحتلال الصليبي. المعركة أنا أتكلم الأخ الخيرية كان فيها جلسات الشاي. رجل وكفى هضر على معركة وادي اللبن. أخ أسعد اسمعني خويا اسعد، في معركة جلسات الشاي التي كانت في انيطا اختي. خليني نهضر انت نصبح وانت تهدر. غلمان الشاي نصبح وانت تهدر. خليني نهضر على معركة وادي اللبن. بغيت نذكرك الاخت بان بالاسبانيه بلدكم تسمى الخيرية، لان قلت المروك. واين المشكل؟ الي سيريا اين هو المشكل مع الخيرية؟ ما عندكش ما عندنا حتى مشكل، ما عندناش عقدة. الاخت الخريانية احترم نفسك بعدا، طلع المستوى وطلع احترم نفسك بعدا. بالاسبانيا بالاسبانيا لما تقولوا ما فيها مشكل، خلاص خريه ما فيها مشكل. انا نهضر مع اسبانيا هي اللي قالت المروك، انا نطقت اسم بلدها بالاسبانيا. يا اخوان المغرب. شوف انتم المغرب اسم مسروق، المغرب وتاع السكان الشمالي كامل. والله اسمه ليس سب. اسم المغرب اسم مسروق عطاتهم فرنسا. المحافل الدولية الخيرية. شنو المشكل؟ المغرب اسم مسروق. شوف نورمالمون دول شمال افريقيا. المغرب قبل قليل دول شمال افريقيا بالعلمايك. خليني نهضر بالعلمايك. دول شمال افريقيا يرفعوا لكم دعوه للامم المتحده يسحبوا منكم اسم المغرب، لانه ماشي من حقكم انتم اسم المغرب. اسم المغرب يا اختي فتحي الباب، خليك بالامم المتحده. شمال افريقيا كامل كانوا اسمنا المغرب العربي. ما كاش دوله في المشرق العربي اسمها المشرق، ما كاش حتى دوله في المشرق العربي اسمها المشرق. انتم اسم. طيب يا اخوان تشعب الحديث كثيرا ارجوكم. خويا برك هذا خويا اسعد من فضلك لحظه من فضلك اخويا تعيش نهضر لك برك على معركه اللبن هذه اللي راهم يفتخروا بها. معركه اللبن هذه والله ضيعتنا هذه الاخت يا اسعد معركه اللبن هذه هي العنصر النسائي اليوم الوحيد في اللايف، ولها خاطر عندي، والله لها خاطر الاخت ولكن ثانيا والله مؤدبه ما جرحتنا بشيء، مؤدبه بنت ناس الامانه. ربي يعيشك خويا. لابس ربي يسترك. شوف بس خويا برك نهضر لك على معركه واد اللبن. معركه واد اللبن انت بالك ما سامعش بها، ما عندكش عليها معلومات. معركه واد اللبن بين السعديين اللي تحالفوا مع الصليبيين ضد لقتال المسلمين الاتراك. هذه معركة الخزي والعار. هذه معركة يفتخروا بها. هذه يسموها معركة الخزي والعار. السعديين قتلوا الامبراطورية. والله من بكري خونه. كذبا ارجوك. من بكري انتم خونه. يا اختي فتحي الباب واتركي عنك. تحالفوا مع الصليبيين، تحالفتوا مع الصليبيين البرتغال والاسبانيين باش قتلوا الاتراك، المسلمين الاتراك. هذه نورمالمون تحشموا بها، ما تهضروش عليها. معركة الواد اللبن هذه اي وصلت عارفه جايبين السعديين.
وصمة عار على جبين السعوديين، تاريخ اسود. اسعد والله وصمة عار على جبين السعوديين. قال امتى انا اشوفك يا كامل وصوفك، اسمع قل لي متى، قول لي يا والله سيدي وصمة عار والله. اسعد سدوا المايك يا اخي، اعمل لكم فاصل. فقط كلمه وفاصل. امتى اسمعني. انا اشوفك يا سعد يا كامل وصوفك، قل لي متى، قول لي بتسمح ظروفك. أنت أسد الدنيا من ساعة ما أشوفك، والله عندك والقلب صوت دقاته تترقب بحضورك. ما رأيك؟ ما شاء الله. أنا ما شاء الله، راك لطفت الجو شويه. شوفوا هادو اللي حابين يصنعوا تاريخ على هوائهم. دعوني أسمع تاريخ لا يصنع على في تيك توك. كمال صعد. أريد كلمة. السلام عليكم اخي وجع العاصمه. الله كمال والله سطرين أخي كمال. اسمع أسعد، أرسل المولى إسماعيل سلطان المغرب إلى أحمد الثالث سلطان العثمانيين رسالة يشتكي فيها تجاوز ولاته في الجزائر على الحدود، وقال له ولاتك في الجزائر تعدوا حدودهم. فرد عليه السلطان العثماني أحمد الثالث بقوله: لم نكن نعلم قبل مرسولكم هذا، اسمح لهم لوجهنا، فوالله إنهم لأخلاط الناس، وإن أعادوها لنمحين جرتهم. يا لطيف، من يقصد؟ التبابنة يا أسعد، تبابنة القرن العثماني. والله تاريخكم مخزي، تاريخكم مخزي، وانتم ما تضحكوا قسما بالله. افتحي الباب اختي، افتحي الباب. القمر يا أسعد، أجداد القمر هادو أجدادها يوم يا كمال انا اجدادي. شوف انا تجي شكون انا نفتخر بمن نفتخر انا بالامير عبد القادر حميد بن باديس والعربي بن مهيدي ولاله فاطمه الزومر. فرنسا جمجمة اسعد اين ذهبت قر؟ اين ذهبت جمجم. يا ضوء القمر، اسالك بالله اسكتي شويه بس، وقفي. عندي ضيف الاخ كمال نسمعه ثم اودعكم باغنيه. خليني نهضر، يعيشك اول مره نطلع معاك. بعد كمال انت اخذتي وقت طويل، خلي كمال يتكلم. روح معليش. رجاء اعطيني 30 ثانيه فقط، اعطيني 30 ثانيه. خلي كمال، احنا قلنا كمال ثم نعطيك 3. نعطيك دقيقه. انا والله 30 ثانيه. لا 30 ثانيه ولا 20 ثانيه. اخي الكريم، دعني يعني اقول كلمتي وانزل ان شاء الله الى اعمالي. ضوء القمر، اذا تفضلت علينا وتكرمت اغلق المايك رجاء بالله عليك. تفضل خويا، ما قطعتش. ما عرفت ويني، وعرفت الباب بس ما عرفت الماي. يا اسعد، كيفاش داري ما نعرفش بيفتح داري. ها بلع انت المايك، بلع. انا ببلع بس انا خايف ما عاد تقدري تفتحيه بعدين. نعم نفتح. خلاص بلعتها. يلا بلعتها. تقول الرسالة: يا ابن العاصمة، يا ابن عاصمة بلدي. تقول الرسالة من محمد صوتك بعيد يا كمال. تقول الرسالة من محمد الثالث إلى المولى إسماعيل. يعني كان كتب فيها أنه قبل أن تأتينا رسالة خطابكم الأنمى ورسالتكم الأسمى ما كنا نعرف أهل الجزائر ما هم عليه، ولا أنهى إلينا فعلهم أحد كما أنهيتموه، وبالجملة فإن أهل الجزائر لم تكن عمارتها بأهل الأحساب والأنساب، وهم أخلاط الناس. هكذا قال محمد الثالث في وصف من كان يحكمهم. أخي أسعد، هؤلاء الناس هذا كلام خطير. هذا ما المصدر لهذه الرسالة؟ هذا كلام خطير. هذه الرسالة ستجدها عند في كتاب الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى، وستجدها أيضا في التاريخ. عيدها لو سمحت، عيدها بهدوء. قبل أن يأتينا خطابكم الأنمى وجوابكم هذا الأسمى. لحظة، من الخطاب من إلى من محمد الثالث إلى سلطان المغرب المولى إسماعيل. يقول له بعدما اشتكى له أعمال يعني عماله في الجزائر، يقول له ويعني قبل أن يأتينا خطابكم الأنمى وجوابكم الأسمى ما كنا نعرف ما هم عليه أهل الجزائر، وبالجملة لم تكن عمارتها من ذوي الأحساب والأنساب، فهم أخلاط الناس. ويقول لهم: وإن يعني نهيب بك يعني لمقامك الشريف أو يعني بشيء من هذا القبيل أن تسامحهم لوجهنا، وإن عادوا إليك يعني أمحي جرتهم. هكذا يكتبها بالضبط: أمحي جرتهم.
هذه كمال، انت اعتقد رقمك عندي، واتمنى ان يكون غدا لايف، غدا بحث حول هذه الرساله لايف غدا ننقح هذه الرساله. وانت يا كمال مدعو، انت ورجل وكفى والرباطي. يا اخي محمد خير ان شاء الله. عندك شيء كمان؟ أسعد دعني أواصل. المشكلة لدى إخواننا الجزائريين نقولها لهم دائما، هذه التاريخ مشكلة التاريخ، والله أنتم يعني تضربون في طبل المثقوب. عندما صعد محمد ليزايد على المغاربة بالإمارة الرستمية التي جاءت سنة 777، لا يدري أن المغاربة سبقوه حتى في هذا. فإن كانت مشكلتكم هو أن تلك الإمارات لم تشكل دولا بالمعنى الحقيقي، كانت إمارات لم تسترسل لا جغرافيا ولا تاريخيا، بمعنى كانت محصورة في الزمان والمكان. وحتى في هذه سبقكم إليها المغاربة، فقد كان قبل الرستمية التي تفتخرون بها، كان قبلها الدولة إمارة بني صالح في النكور سنة 710 ميلادية، 67 سنة قبل الدولة الرستمية. وكانت إمارة بني درار في سجل ماسا 757 ميلادية، بمعنى حتى في هذه لن تسبقونا. أما بخصوص ذلك الرجل الذي قال عن أمير المؤمنين، أنا لن أذهب طويلا في التاريخ، ربما تكفي الإشارة إلى مشروع دستور سنة 1906. لسان المغرب يقول في البند الرابع: ويسمى السلطان أمير المسلمين وحامي حمى الملة والدين. وكذلك بإمكاننا التعريج على معاهدة الصداقة وحسن الجوار المغربية الإسبانية، والوثيقة موجودة تقول فيها: حضر على مولانا أمير المؤمنين وسلطان المسلمين ملك المغربي، ملك المغربي، هذه كانت سنة 1899 تقريبا، ملك المغربي مولانا سليمان حفظه الله، السفير البشدور خوان سلمون أمير المؤمنين وملك المسلمين. أيضا بإمكانكم الرجوع إلى رسالة أهل تشيت إلى المولى إسماعيل، ومجموعة من الرسائل التي تتحدث عن أمير المؤمنين وملك المسلمين. بخصوص هذا الرجل الذي قال: أتحداكم أن تأتوني برسالة أو بخطاب قبل سنة 1975، أنا لست أفهم هذه العقلية الجزائرية. وأقول لكم، عندما يذكر لكم سنة 1975 فإنما يقصد خطاب المسيرة الخضراء، والتي يقول فيها الحسن الثاني رحمة الله عليه: وإني أخاطبك شعبي العزيز كأب لك وكأمير للمؤمنين، كأب لك وكأمير المؤمنين. لذلك يعني سبحان الله، حتى التاريخ يريدون أن يبدأوه من سنة 1975 ويحصرون يعني سبحان الله عقولهم دائما محشورة في تاريخ المسيرة الخضراء والصحراء المغربية. وهذا بخصوص التاريخ. أي أخي أسعد، أنا والله يعني لا يمكنهم، والله لا يمكن، والله أترأف بهم أن يحدثوا المغاربة بالتاريخ. وأقول لهم: تقولون الدولة الحمادية والزيانية والزيرية وكذا، وأنا سأقول لكم: شوف أيها الإخوة الكرام، الفرق بينكم وبين المغاربة في دولهم هو أن التاريخ المغربي كتبه أبناء المغرب. عندما نتحدث عن الدولة الموحدية فنحن نتحدث عن ابن عدار المراكشي وعبد الواحد المراكشي. عندما نتحدث عن الدولة المرينية فنحن نتحدث عن ابن أبي الزرع الفاسي ولسان الدين بالخطيب وابن مرزوق. عندما والضعيف الرباطي. عندما نتحدث عن الدولة العلوية فنحن نتحدث عن الشيخ أبو العباس خالد بن أحمد الناصري السلاوي، وكذلك عبد الهادي التازي. فالحمد لله، على الأقل الحمد لله أنهم سموا بأسماء مدنهم، وإلا ربما لجعلتموهم من الجزائر هم أيضا، كما تفعلون مع أصحاب الدول المغربية. فهذا المراكشي وهذا الفاسي وهذا التازي وهذا المكناسي وهكذا والرباطي وغيره. الفرق بيننا وبينكم أيها الإخوة الكرام هو أن دولنا أرخ لها مؤرخون مغاربة، بينما أتحداكم أيها الإخوة الجزائريون أن تعطوني اسم مؤرخ الدولة الحمادية أو مؤرخ الدولة الزيرية أو مؤرخ الدولة الزيانية، ولن تجدوا غير يحيى بن خلدون، وهو من تونس أيضا، وليس من الزيانيين وليس من تلمسان. تحياتي لكم جميعا. هذا هو الفرق بيننا وبينكم، هذا هو الفرق بين أصحاب الحضارات. ثم أقول للذين يقولون أخي أسعد، للذين يقولون أنهم جاءوا من كذا وكذا، أقول أنا لا يعني حتى لا أطنب، لدينا جواب لكل ما تقولون. الدولة المرابطية أهيب بكم أن تذهبوا إلى يعني قبيلة لمتونة وأين كانت توجد، ويعني أعطيكم الكتاب وذهبوا لتقرأوا في الصفحة 45 كتاب أحمد حسن محمود والمصري الذي يتحدث في كتاب قيام دولة المرابطين في الصفحة 45 أن لمتونة كانت في المغرب.
أما بخصوص يعني هذا الذي قال عن عبد المؤمن ابن علي القومي، فأنا أقول له يا أخي الكريم، عبد المؤمن ابن علي القومي في نضرومة كانت حينها جزءا من المغرب، وقد ورثت دولة المرابطين التي كانت تمتد إلى بجاية وعاصمتها مراكش، وأهلها مواطنون مغاربة بمفهوم ذلك الزمن. ثم إن تلك الدول يا أخي الكريم كانت تقوم على مبدأ العصبية القبلية، فلو كانوا أغرابا ما كانوا ليأتوا لمراكش ليقيموا دولتهم، وكان أولى أن يقيموها في جزائركم كما تقولون. وبالختام أقول لكم، وهذه هي جملة الكلام بخصوص عبد المؤمن بن علي القومي، أقول لك أخي الكريم حتى بمفهومكم أنتم والله لن تفلحوا. أتعرفون لماذا؟ ارجع إلى كتاب يعني الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى للناصري، ويقول فيها أنه عندما جيء بعبد المؤمن بن علي القومي في مجلس العشرة واختاروه أميرا لهم، كان ذلك حتى لا يستقوي بالقبيلة، فقبيلته بعيدة عن المركز أي مراكش. وبالتالي وبعد ذلك تفطن عبد المؤمن بن علي القومي إلى هذا، وجاء بقبيلته كلها من نضرومة من قومية إلى مراكش، بمعنى أنهم أحفادهم اليوم هم مغاربة أيضا. تحياتي لكم جميعا. أنا أرى أن نختم بهذه المداخلة العملاقة صراحة، يعني ما رأيكم نختم؟ صحيح أخي، ما شاء الله على ختامها مسك. كمال ضوء القمر، شكرا لك يا ضوء القمر. محمد شكرا لك. ولد العاصمة ألف شكر. رجل وكفى. أنا عندي طلب بسيط يا تفضل. هو بين الجد والهزل. هات. هل عندك علم ببني عداس؟ بني عداس؟ هل سمعت بهذا؟ لا. هذه بني عداس لو بحثت فيها وعرفتها لفهمت كل مشاكل الجزائر جيوستراتيجية مع العدس، لأن هذه أكبر قبيلة تقطن في الجزائر.